تهدنوا الأوضاع في المغرب ورجعت المياه لمجاريها وطاحوا الأقنعة، ومن هنا عرفنا شكون اللي معانا وشكون اللي ضدنا. ومن هذا المنبر تنوجه أكبر تحية لبعض المغاربة اللي مبرسطيننا نهار وما طال بالوحدة العربية والوحدة الإسلامية. من هذا المنبر حبيت نقول لكم أن الحياة بينات لكم للمرة الألف أنه بزاف ديال الناس اللي كتقول عليهم خوتنا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط كانوا كيشجعوكم بجميع الوسائل باش تنوضوا البلباله في المغرب. شفنا في مواقع التواصل الاجتماعي كيفاش كانوا كيطبلوا لكم باش تزيدوا تقربلوها، بغاكم تنزلوا بلادكم لنفس المستوى اللي هم نزلوا بلادهم فيه باسم الثوره والربيع العربي ديال جدريال، اللي النتائج ديالهم عطاو التوزع الى يومنا هذا. باش الا كان كيصحابكم هذا التشجيع الهم ديالو انكم نتوما تزيدوا لقدام في الصحه والتعليم، راكم ناعسين على ودنيكم. هذه كلها مانيبيولاسيون باش نتوما تضربوا في النظام الملكي الشريف ديالكم. ولكن نساو واحد القضيه، نساو باللي حنا مغاربه كننتميو لثاني اقدم مملكه في العالم اللي هي المملكه المغربيه الشريفه. المغرب ثقيل في الميزان سياسيا ودبلوماسيا، والمغرب هو الملكيه وما كاينش مغرب بلا ملكيه. والمغاربه الملكيه كتجلهم في الدم، وما تقدرش تسمي راسك مغربي الا ما كنتيش ملكي، حيتاش المغرب تأسس بالملكيه. الملكيه عندنا في لا دي ان، في الحمض النووي من جدودنا الامازيغ وانت زايد لقدام. ولا كان كيصحابكم انه المغرب نظامه هالشكل الانظمه ديالكم اللي بجوج ثلاثه د البروباغندا كيطيح النظام، راكم ناعسين على ودنيكم. نتوما كتوهموا ريوسكم وكتوهموا الناس بالبروباغندا على ان المشكل اللي طاري في المغرب هو المشكل ديال النظام، وانما حنا المغاربه كلنا عارفين ان المشكل طاري بين الحكومه التي تم انتخابها من الشعب والشعب بحد ذاته في قطاع التعليم والصحه. اما الملك نصره الله محمد السادس فهو ملك رمز الامن والامان ورمز الاستقرار في المغرب، وراكم غير كتضيعوا في الوقت ديالكم. بنادم بحال فافي كيتسناك غير دير هكا ولا هكا باش يستغل الفرصه باش يشجع الخراب في البلاد. لكن احنا مغاربه، احنا صعاب عليكم. لكن ما ننساوش انه كاينين ايضا ناس في شمال افريقيا والشرق الاوسط يلي كانوا كيحضروا المغاربه وينصحوهم باش يحافظوا على بلادهم المغرب وما يخربوش الوطن ديالهم، حيتاش هما عاشوا هاد القضيه هذه مع البلدان ديالهم. ومن هذا المنبر هذا كنوجه لهم اكبر تحيه وتنقول لكم ما تخافوش على المغاربه، راهم عارفين اش تيديروا. كنجدد التحيه لبعض المغاربه اللي مبرسطيننا بالوحده العربيه والوحده الاسلاميه في شمال افريقيا وفي الشرق الاوسط. حبيت نقول لكم مبروك اكبر شمس العشيه، ومره اخرى راجعوا شويه الوطنيه ديالكم، حيتاش نهار طيحوا ما يعقل عليكم حتى شي واحد براني.